وأنا لا أستطيع أن أتخاطب مع من ينهب أو مع من يحتل المساكن أو مع من يقتل أو لا أستطيع أن أتخاطب معهم، لأني أعلم، وقد أخبرني أحد الإخوة الذين عاشروا بعض القتلة في أيام سابقة ماضية، قال يعني القتل مثل التدخين، إذا أدمن الإنسان على القتل مثل المدخن، أول ما يؤذن في رمضان أول ما يبدأ يفطر بحبة سيجارة لأنه مجنون على الدخان. قال القتل هكذا، بعض الناس ما عاد يستطيعش ينام إلا يعني إذا قنص له واحد أو قتل شخص أو افترس له شخص يروح ينام مرتاح، لأنه يعني قتل الإدمان، طير الإدمان، عمل له حبة سيجارة. قتل المقتول يصبح مثل الحبة السيجارة. يعني الحوثيون يراعون لشخص معين، لطفل معين، لامرأة معينة، يقنصونها من أجل يرجع يقعد مرتاح. يعني يرسل صاروخ في الليل إلى بيت من بيوت تعز تدمرها، تقتل أطفالها، ثم بعد ذلك خلاص الكيفة جاءت، كيفوا وأصبحوا مرتاحين. وهكذا يا إخواني، ولذلك أنا لن أخاطب هؤلاء، لكنني سأخاطب المحافظ ووكلائه. سأرسل رسالة مؤدبة للمحافظ ووكلائه، ولقائد المحور ومعسكراته، ولمدير الأمن وجنوده، ولرئيس النيابة والمحكمة ولقضاتهم. هؤلاء أربعة. أقول لهم في رسالتي هذه: ارحموا أنفسكم. الذي سيموت مظلوم وسينتقم الله له في الدنيا ولا في الآخرة. أنا لا أقول لكم ارحموا مدينة تعز أو ارحموا متاجر تعز أو ارحموا أطفال تعز. الطفل الذي قتل، الشاب قتل في الباص وهو جاي من المدرسة نتيجة اشتباكات. أنا لن أقول لكم هذا الكلام، أنا أقول لهم ارحموا أنفسكم. إن كل قطرة دم تسفك أنتم ستسألون عنه، يا محافظ المحافظة، يا وكلاء المحافظة، يا قائد المحور، يا قادة المعسكرات، يا قضاة تعز، يا نيابة تعز. لن أزيد على هؤلاء الأربعة. هؤلاء يا مدير الأمن، يا أجهزة الأمنية، أنتم الأربعة ارحموا أنفسكم، فأنتم مسؤولون عن كل قطرة دم، عن كل بيت تسكن بغير حق، عن كل متجر ينهب، عن كل عدوان يحدث، عن كل قلب يرجف. اليوم الناس يخرجوا الشوارع قلبه يرتجف. أين الأمن؟ أين الأمن يا إخواني؟ نحن نريد من السلطة الأمن فقط. المجاري مفجرة بالشوارع، الماء لا يوجد، الكهرباء غير موجودة، لا مشاريع، لا مدارس تبنى، لا مستشفيات. ومع ذلك نحن سنكتب مستعدين نجمع توقيعات بالمساجد للسلطة أننا متنازلون عن كل هذا. دعونا نغرق في المجاري، دعونا نعيش بلا ماء ولا كهرباء ولا مشاريع. يا جماعة نريد منكم قضية واحدة: الأمن. أنتم عاجزون. قبل سنتين استعرض الجيش في تعز في شارع جمال، عمل استعراض، عشرات الآلاف من الجيش والأمن مش قادرين. نوجد الأمن لمدينة صغيرة، لمدينة تعز ليست كبيرة يا إخواني. هناك مدن ضخمة في الوطن العربي آمنة. أنا أقول لهم: إن الله سائلكم عما استرعاكم، هل حفظتم أم ضيعتم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخشى عليكم عقوبة الله، بل إذا استمر الوضع هكذا سيعاقبكم الله، مش أخشى. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الله ينظر ويستخلفكم في الأرض
فينظر كيف تعملون. والله لا نسمع لكم عذر، أقسم بالله أن أعذاركم أوهى من بيت العنكبوت. إذا لم ينزل قادتكم وجنودكم وأسلحتكم ودباباتكم وطقوماتكم، إذا لم تنزل وتلقي القبض على من يفسد الأمن ويرعب الناس ويقتل الناس بالباطل ويحتل بيوت الناس ويفعل ما يفعل وينهب، إذا لم تفعلوا هذا والله لا عذر لكم أمام الله، ثم لا عذر لكم عندنا. والله من سيقتل سينتظركم هناك، سنمسك بتلابيبكم برقابكم، أنتم المسؤولون عن مدينة تعز. اتقوا الله يا هؤلاء أيها الإخوة. أذكر هؤلاء الأربعة، المحافظ ووكلاؤه، أذكر المحافظ ووكلاءه وقائد المحور المعسكرات ومدير الأمن وجنوده والنيابة والمحكمة والقضاة. أذكرهم بالوزير البرمكي الذي كان وزيرا في عهد هارون الرشيد، ثم بعد ذلك حدث ما حدث، فأصبح الوزير مع ابنه في السجن. أصبح الوزير مع ابنه في السجن. اليوم الأولى في رأس الوزارة، واليوم في السجن هو ابنه. فالولد يقول لأبيه: يا أبتي، بالأمس كنا في الوزارة في عز في رأس الهرم، واليوم احنا في السجن. تدروا ماذا قال الأب لابنه؟ قال له: يا بني، أرجوكم تحفظوا هذه العبارة، يا بني، دعوة مظلوم أصابتنا في ليل ونحن غافلون. الذي أوصلنا إلى هنا دعوة مظلوم أصابتنا في ليل من شخص ظلم وقام في الليل وسجد ودعا علينا، فأصبحنا هنا في الذل. هل تفقهون هذا يا مسؤولين يا سلطتنا؟ هل تفقهون هذا؟ من أذل القذافي وهو يملك ما يملك؟ من أذل حسني مبارك؟ كان علي عبد الله صالح يملك معسكرات تملأ اليمن، ولما طف الصاع ارتبكت عليه المسألة ولم يستطع يفعل شيئا. هل تفقهون هذا؟ ألا نتعلم من الماضي؟ ألا نتعلم من الماضي يا إخواني؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. امرأة يقتل ابنها، باطل، ظلم، ولا عليه أي ذنب ولم يرتكب أي مشكلة. هذه المرأة يحترق قلبها، ستدعو على من فرط بالأمن. والله يا معشر الأربعة، يا محافظ، يا وكلاء المحافظة، يا قائد المحور، يا قادة المعسكرات، يا مدير الأمن، يا قضاة النيابة، والله أننا نرحمكم، والله أننا نرحمكم، وأنكم إذا استمريتم على هذا سيذلكم الله في الدنيا والآخرة. والله في بداية المقاومة كنا نعذرهم، اليوم وفي معسكرات، في أسلحة، في جيش، في أمن، في سلطة محلية، هناك مؤسسات. ما الذي يمنع يا إخواني؟ ما الذي يمنع؟ كلما كلمت واحد جاب لي عذر والله أوهى من بيت العنكبوت. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والله يا إخواني أن قلوبنا تتمزق ألما على من يسفك دمه. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما سلم على الربح أكلوا المربح،
ما سلم على الحوثيين الشهداء يوميا المبترين، ثم هناك من يكمل الفورة. يا إخوان، نريد أن يقوم العدل في مدينتنا، نريد أن يسود الأمن في مدينة تعز. أنا أتمنى يا إخواني أن تصل هذه الصرخة إلى هذه الأربع الجهات، وأن ينزلوا بأنفسهم يحمون مواطنيهم. نحن في أعناقكم، نحن في رقابكم، دماؤنا ستسألون عنها أمام الله، دماء أبنائنا، دماء شبابنا، دماء المظلومين منا، دماء الأبرياء ستسألون عنها أمام الله. أين أنتم؟ أين أنتم نائمون؟ أين أنتم نائمون؟ متى ستستيقظون؟ متى سنرى العن داخل مدينة تعز؟ ارحموا أنفسكم، ارحموا أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. سيأتي المقتول يمسك بتنابيبكم ويقول لكم سلوا هذا لما قتلني. اليوم الرجل يقتل ولا يدري لماذا قتل، والقاتل يقتل ولا يدري لماذا قتل، لأنه لا قصاص، لا قصاص، لا محكمة تحاكم ولا قصاص. يدخل أسبوعين ثم يخرج. إننا نريد يا إخواني أن نخلص من هذه الفوضى. أنا أتمنى أن تصل هذه الصيحة إلى هؤلاء الأربعة، وإلا العاجز يقدم استقالته. أتمنى واحد من هذا الجهاز الطويل العريض، الهيكل القيادي الطويل العريض، أتمنى واحد يعمل استقالة ويقول أنا عجزت عن تحقيق الأمن للمواطنين، أنا أعلن استقالتي وسأجلس في بيتي. أتمنى واحد، لكن الكل كل واحد متشبث بالمنصب. المنصب له ضريبة، المنصب عليه أعباء وله مسؤولية. فاتقوا الله في أنفسكم وارحموا أنفسكم، فأنتم اليوم أقوياء وغدا ستكونوا ضعفاء في قبوركم وبين أيدي ربكم.